تعرضت واحد وأنا واقف في الدوار، ووصل وقف جنبي تماما وبدأ يسب المطاوع وأنتوا السرق وأنتوا خربت والبلاد، يعني طلع كل حقده وأنا ساكت ما أتكلم. زدت عينت لعنده ولا أكثر. والأخ أنا أقول له شكرا جزاك الله خير، الله يكرمك، الله يبارك فيك، شكرا لك على أخلاقك. والأخ يدوه وأنا نرجع بعد أخوه هو يزعل وقال يعني خلص كمل عليه الخبر كله. فقلت قد ما نطلع وقد الإشارة جاية قلت اتذكر لا باقي حاجة ما قلتها. سبحان الله هي فرص، احتمال مرة ثانية ما تحصلنيش جد حقيقي الحين قد ما يجزع. خلي خلاص الله يفتح عليه. يقولنا الله يفتح عليه. مشيت بعد الجولة وأنا صحيح أقول لكم بصدق أنا أتألم من قلبي. ليش ما رديت علي؟ ليش تكلم علي؟ ليش سبني؟ ليش شتمني؟ ليش طول علي؟ ليش عيون المطاوع؟ يعني مش أنا أول مطوع وآخر مطوع. ليش ما شعبش لفوق يسوق ملان؟ قلبي من كل قلبي يشتي نزل الضرب علي وأنا ماشي. وقفت دخلت المحطة، دخل بعد المحطة وقف ونزل. قلت والله إني شكله سارح لي. رجعت أمنت، طلعت الفريمات كل سريع من عندي، طلعت الفريمات سريع وغلقت وأمنت من داخل. قلنا قد صوموا رؤيته وافطروا رؤيته. ما بنطاف المشاكل ذا الحين وما بش وانا احترف ادول جنبي عصا ولا اي حاجه حتى على الاقل شيء ضرب على نفسي ما معيش ولا حاجه اصلا. فهو جاي يدق الفريم ويقول لو سمحت نزل الفريم، وانا اقول يا اخي الله يفتح عليك، ويقول لو سمحت يا اخي نزل لو سمحت، وانا اقول الله يفتح عليك خلاص يا اخي عفى الله عنك. والرجل اصلا جاء معتذر ويقول والله ما يزعلوا قارزه الفريم، وانا اقول يا جني سير الله ما بش معي حاجه حتى على الاقل يعني اضارب على نفسي شويه. نزلت الفريم للنص ووقفت. فقال لي يا أخي أنا آسف وأنا محكم لك. قلت أيوة أديك الله. استو تعال. إيش قلت تعال هنا قلت تعال. ركبت جنبي بالقدام وصرنا بعيد من المحطة مش قدام الناس. سلمت عليه وسلم علي. طلع من البلاد يعني من عندنا يعني من إب. قلت حياك الله. عرفت بنفسي قلت أخوك فلان الفلاني. قال حياك الله يعني أنت تعرفني من قبل؟ قال لي لا. قلت بينه انت عداوه شخصيه؟ قال لا. خلاف بين على ارض ولا على مرا ولا؟ قال لا. انا اكلت ثرواتك ولا بترول ولا غاز ولا يعني حاجه؟ لا. النفط انا الراتب اكلت انا؟ لا. ايش المشكله يعني؟ قال لي يعني والله لا تشعوبه. قلت يعني ما لقيت احد شعب فوقه، لقيتني انا لحالي. كنت اروح للسوق يهبش لك واحد قد لا تشعوب. قال لي تشتى الصدق؟ قلنا قال لي والله يا أخي من كثر ما قد ملوا قلوبنا على المطاعم. شفت البضاعة كيف تعبان. لا تجعل عقلك دكان للإيجاب تسمع كل ناعة. قال يا أخي من كثر ما قد ملوا قلوبنا قلنا ما آذيناك ما سبيناك ما شتمناك ما طولنا عليك ما هتكنا عرضك ولا سرقنا مالك ولا أذيتك لا بالبيت ولا بالوادي. شو المشكلة يعني؟ قال يا أخي من كثر ما ملوا قلوبنا على المطاع وأنا آسف. قلنا عفى الله عنك وهذه جنبيتك أطلب منك طلب. قال لي والله أنا مستعد. قلت ايش تقطع رجال احترفي عند رجله؟ قال لي كيف يعني؟ ما قلنا ايش تقطع رجال أنت تصلي؟ قال يعني مش كلهم فرض وفرض. قلنا ممتاز جدا. أشتك تكمل توقع رجال تحرص على صلاتك والدنيا طيبة. أنا مسجدي هناك ودليته على المسجد. قال لي يا مصلي على النبي أيش ولي؟ قلنا اثنين. قال يوم الجمعة وأنا عنده. قلنا يوم الجمعة في أصلي الجمعة وشفته وسط الناس طبعا ما كبيش يجي يسلم عليه لأنه محرج. الجمعة الثانية جاء صلي معي والناس جايين يسلموا عليه. جاء عندي قال لي رجال